السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شمس حامد في حلقة جديدة من حلقات ميديكال تيبس. إن شاء الله هقول معلومة خفيفة جدا النهاردة. دي الحلقة التانية من هاو نوت تو بي ساد، إزاي ما تكونش حزين. ميديكالي أثبت إن الإكسرسايز، التمارين، هتخلي الإنسان مش حزين. إزاي هتخليه مش حزين؟ قال لك engaging in regular exercise، يعني كل يوم تعمل حاجة فيها تمارين، زي مثلا أمشي من 30 دقيقة ل 45 دقيقة. بيساعد جسمك إنه يفرز هرمونات اسمها الإندورفينز. الإندورفينز ديت لها اسم تاني، جود فيل، الشعور جيدا. يعني الاندورفينز دي هتخليك مش حزين. بالاضافه لانه بيعمل حاجه اسمها بروموتنج تو منتال هيلث، يعني بيخلي الصحه العقليه حاجه كويسه. غير الامراض طبعا بتاعت القلب وانك ما تكونش معرض لامراض مزمنه، كل الحاجات دي سببها التمارين، فده مش هيخليك حزين. طيب الحاجه الثانيه، قال لك ان الاكل الصحي برضه مش هيخليك حزين. دي غريبه شويه. هو المخ ده عباره عن ايه؟ المخ ده عباره عن كومبلكس اورجان، يعني عضو